عند العرب كان عز القبيلة وقوتها يقاس بعدد إبلها، وطوى الإنسان العربي على ظهرها الفيافي والقفار. أما اليوم فأصبحت للإبل مآرب أخرى، ففي أقصى شمال محافظة الجيزة المصرية وفي أجواء تفصلك عن العاصمة وصخبها يقع سوق الجمال أو سوق برقاش نسبة إلى المنطقة المستضيفة للسوق. وما أن تدخل بوابة السوق الذي يحتل ربوة عالية تمتزج أمام ناظريك صفرة رمال الصحراء بصفرة وبر الإبل. للسوق قوانينه وأعرافه، فمعظم الأمور هنا تدار بكلمات وإشارات سريعة. أما هذه العصا فتستخدم لمن عصى من الإبل وحاول الفرار من قطيعه. أنشئ سوق برقاش منذ 20 عاما على مساحة 25 فدانا بعد أن نقل من موقعه القديم في سوق البراجيل. يعد هذا السوق أكبر منفذ لبيع وشراء الإبل للاستهلاك الغذائي، ويسيطر أصحاب المكاتب على حركة البيع والشراء نظير عمولة تتحدد وفق قيمة الجمل. كل الجمال اللي في السوق دي خضعت للحجر البيطري ومتاخد منها عينات ومفحوصة وكل حاجة. التاجر بينزل الجمال بتاعته وبيقف يبيعها بنفسه. جل الجمال المعروضة إما مصرية المنشأ أو مستوردة من السودان والصومال وجيبوتي، وهذا قد يقدم تفسيرا لوجود ذوي السحنة الإفريقية داخل السوق. بنشتري الجمال في السودان من ولاية دارفور، ولاية كردفان. في فلوس لو التجارة أصلا لو ما فيها ربح الواحد ما جايز يجي من السودان يبيع في مصر. يضم السوق أكثر من 30 مكتبا لعائلات توارثت المهنة، وهذا هو الحاج محمد عبد العال أحد أكبر مستوردي الجمال، يقول إن حجم مبيعات السوق يصل إلى $1,000,000 يوميا. مصر بتستهلك كل يوم 1000 جمل. أول رسالة اشتريتها من السودان سنة 72 كان متوسط سعر الجمل الواحد لغاية سوق الجمال في البراجيل 55 جنيه. 55 جنيه النهاردة 8 كيلو لحم جملي. يعد أكثر رواد هذا السوق من الجزارين الذين اعتادوا القدوم مع بزوغ شمس يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، حيث تباع الجمال في المزاد العلني. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وتحت هذه السماء صنع الإنسان لنفسه تجارة من خلق الله، تجارة لها قواعدها وأصولها، ليشكل هذا السوق أكبر منفذ استهلاكي لتجارة الإبل في مصر والشرق الأوسط. تامر حنفي، تلفزيون دبي، من سوق الجمال، منطقة برقاش، ضواحي الجيزة.